الف مليون هنا وشفها. وخلاص خلصنا الفايش اللي هو السريع وعملنا القرص زي ما انتم شايفين اهي. القرص معانا بالعجوه اللي انا وريتها لكم اهي اهي. بصوا طراوتها، انا لسه مطلعاها يا دوبك من الفرن ما كملتش حاجه. بصوا بصوا الف مليون هنا. بصوا الطراوه بتاعتها. انا برضو ايه هقطعها لكم عشان تشوفوها من جوه. بصوا العجوه من جوه، بصوا العجوه، بصوا الطراوه، شايفين اهي تمام اهي زي ما انتم شايفين كده. القرص عاملينها بصوا اهي. الف مليون هنا وشفها. وده الفايش بعد ما يهدى خالص هنبتدي نقطعه كده زي ما انتم شايفين. هقطعه بس اما يهدى خالص من السخون، لان هو لسه ايه طالع من الفرن سخن. تمام بألف مليون هنا وشفها. وبرده حابه اوريهولكم ايه من تحت السوا بتاعها. شايفين؟ بصوا السوا بتاعه اهو اهو. شايفين السوا بتاعه؟ تمام اهو. بس يهدى كده ونبتدي نقطعه عشان نحمصه. الف مليون هنا وشفها. يا رب ان شاء الله الطريقه الفايش السريع دي تعجبكم. وبرده هوريهولكم بعد ما اقطعه واعمله ايه فايش. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هعمل لكم وصفة كلنا برضو محتاجينها، بس المرة دي وصفة سريعة شوية. يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلام. وأنا دلوقتي النهاردة هعمل لكم فايش، بس الفايش السريع. تمام الفايش السريع اللي مش حابب ياخد أيام معاه. تمام. فانا معايا 2 كيلو دقيق منخول، بس انا بستخدم دقيق حبه كامله. انتوا براحتكم استخدموا دقيق ابيض، هي نفس المكونات ونفس الطريقه. تمام. معايا 2 كيلو دقيق. تمام. ومعايا كوبايتين سكر. تمام زي ما انتوا شايفين كده المكونات. معايا كوبايتين سكر. تمام. وعشان اخد طعم الفايش الصعيدي رحت حاطه معلقه هرميه كده مليانه حمص من المقله او من المحمصه مطحون. تمام. ومعايا كوبايتين لبن. تمام. ومعايا 3 معالق كبيره خميره فوريه. ومعايا هاخد معلقه بيكنج باودر، انا كنت حطاها هنا معلقه بيكنج باودر. تمام. ومعايا كوبايه ونص زيت على سمنه، يعني كوبايه الا ربع وكوبايه الا ربع كده، كوبايه ونص زيت على سمنه. تمام. ادي كده المكونات. وهحط له حبه فانيليا، حابه تحط فانيليا تمام، مش حابه خلاص. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط السكر. اول حاجه هاخد كوبايه لبن على الحمص المطحون. تمام. هحطهم هنا اهو وهدوبهم واسيبهم واركنهم على جنب عقبال ما ادوب باقي المكونات. تمام. هحط المكونات على بعض. اول مكون ده هحطهم كده عشان اخد طعم خميره الحمص. تمام. هركنها كده على جنب وهبتدي احط الحمص السكر واللبن وهوريكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين. تمام. انا دوبت، حطيت اللبن وحطيت السكر وحطيت اللي هو اللبن مع الحمص. تمام. كلهم مع بعض لحد ما السكر داب معايا. تمام. هبتدي احط ايه، هبتدي الكوبايه ونص سمنه هحطهم هنا، بس مش هحطهم كلهم برضو، هخلي ايه حبه صغيره منهم، هخلي حبه صغيره وهوريكم انا هعمل بيهم ايه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهو برضو هدوبهم وهحط لهم حبه فانيليا. تمام. اهو لو مش عايزه تحطي فانيليا ما تحطيش. وهاخد معلقه البيكنج باودر اللي قلت لكم عليها هحطها على الدقيق. تمام. وهبتدي ايه دلوقتي هدوب برضو السمنه والزيت مع الخليط السائل ده، وهبتدي اعجن بيه واشوفها هتاخد مني. هكمل العجينه بيها ميه. تمام. لو انت مش عايزه تكملي ميه وعايزه تكملي بلبن تمام، عايزه تعملي زي ميه تمام، عايزه تعملي ميكس بين اللبن والميه برضو تمام. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا هاخد الخليط ده على ايه، على اللبن على الدقيق وهعجن بيه. تمام. وهرجع لكم بيه. ومعانا هنا انا ايه لسه بعجن اهو، وخدت كوبايه ميه وحطيت عليها معلقه صغيره كركم، معلقه هرميه مليانه. حطيت الكركم على كوبايه الميه الدافيه وهبتدي برضو اكمل ايه عجن. خلاص بتبتدي العجينه تلم معانا. فانا هعمل ايه، شويه السمنه على الزيت دول هاخدهم كده وايه اكمل بيهم باقي عجن. تمام. والمهم وكده تمام العجينه. تمام. هاخد بس ايه زي ما انا قلت لكم دول هعجنهم مع ايه، مع العجينه، لم بيهم العجينه. تمام. وانا هوريها لكم بعد ما المها بالسمنه والزيت دي. زي ما انتم شايفين خلاص
خلصناها اهي. تمام اهي تمام. خلصت معانا كده اهي. شايفين ملمسها؟ بصوا العجينه، بصي بصي ملمسها اهي. شايفين بتلزق بس مش ماسكه في الايد، هو ده اللي انا عايزاه. تمام بصوا بتلزق اهي، شايفين اهي. بصوا بتلزق في ايدي بس مش ماسكه، بتسيب تاني، هو ده اللي انا عايزاه. تمام اهي كده قوام العجينه. انا هسيبها بقى ايه تخمر على حسب الجو عندك. وهي اخدت معايا 3 كوبايات ميه. تمام انا حطيت عليها فوق المكونات السائله اللي وريتها لكم، اخدت مني 3 كوبايات ميه. فشوفي انت عايزه تحطي لها ميه تمام، لبن تمام، تعملي ميكس بين الاثنين. تمام انا هسيبها دلوقتي تخمر وهوريها لكم بعد التخمير. حبايبي زي ما انتم شايفين الفايش اختمر معايا. تمام هبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اقطع منه عشان اشتغل بيه. تمام انا هوريكم طريقه اللي هي بتاعه الافران. تمام وهعمل، انا عملت شويه عجوه. تمام هوريكم برضو اعمل بيهم ايه. بس انا هاخد دلوقتي ايه قطعه منه وبرضو ايه هغطيه زي ما انتم شايفين اهو اختمر. زي ما انتم شايفين انا خدت حته ايه كبيره كده. تمام وايه بفردها كده، مش محتاجه نشابه. تمام انا عايزه اوريكم اللي هو ايه طريقه الفايش السريع او بتاع المحلات. بسم الله. بس احنا ايه برضو مقيمينه حبه. تمام اهو زي ما انتم شايفينه كده اهو. هاخده اعمله ايه، هحطه في صاج واسيبه يخمر معايا تاني. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده هاخده في صاج ايه يخمر معايا تاني، وخليكم معايا هوريكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين انا خدت حته عجينه وبرمتها كده. تمام انا دي هبتدي اعملها ايه قرص كده صغيره بعجوه. ولو مش عايزه وعايزه فايش بس ماشي، بس انا حبيت اوريكم الطريقه عشان انا عيالي بيحبوها ايه بالعجوه. بس ان شاء الله على القناه هنعمل باذن الله القرص الطريه اللي هي بالعجوه. بس انا برضو حبيت اوريكم الفكره لان انا عيالي بيحبوا قوي القرص. تمام اهو دي قرصه ساده. تمام الساده خالص اهي اهو. تمام اهي تفضلي تبرمي فيها كده اهي. تمام اهي. تمام طيب اللي هي بالعجوه هاخد حته عجوه اهو. ادي العجوه اهي بفردها كده. تجيب العجوه انت ايه وتفرديها زي ما انت شايفه كده معايا. تمام اهي. تمام اهي اهي اهي. تمام بس كده بتبصي تلاقي القرصايه كلها فيها ايه فيها عجوه اهي. وتظبطيها بقى ايه وتسيبيها ايه تخمر برضو حبه عشان ندخلها الفرن مع بعض. تمام اديني وريتكم الساده واللي هي ايه بعجوه. تمام هكمل الكميه وهوريكم ايه هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين خدت حته عجينه وفردتها. انا حابه اوريكم كل الاشكال اللي انا عاملاها. تمام اهي عشان ما تقولوش الشكل ده عملتيه بعيد عننا اهو. تمام اهو ببتدي ايه افرده كده اهو. عاملين العجوه صوابع. تمام وهبتدي الم كده عليها. يا رب يكون واضح عندكم. الم كده عليها وابرم. ابرم زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي وابتدي الف كده. تمام اهو زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده اهو. طيب بعدين هتعملي ايه دي قرص برضو اللي موجوده في الافران. تمام اهي. بس انا حابه ايه اوريكم كل شكل انا بعمله اهو. ده اشكال اللي حابب يعمل. تمام اللي عايز يعمل فايش بس. تمام انا برضو حابه اوريكم الاشكال اللي احنا بنعملها وبرضو كل واحد يعمل ايه اللي يعجبه. تمام اديكم زي ما شايفين كده الشكل. هاخده احطه في الصاج وهكمل الكميه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين اختمروا كده معانا. ماشي وهبتدي دلوقتي ادخلهم على درجه حراره 180. تمام وايه وهسيبهم لحد ما يستوي. يعني هياخدوا بالكتير من 10 ل 12 13 دقيقه بالكتير. تمام وهخرجهم وهوريهم لكم بعد ما يخرج من الفرن.